السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده طبعا هنكمل معاكم نواعم العيد. احنا عملنا الكعك ودلوقتي هنعمل معاكم البسكوت. حاجة كده ما شاء الله بألف هنا. لو أول مرة تعمليه بالطريقة دي سهلة وبسيطة جدا. هنا طبعا شايفين شكله عامل ازاي، ما شاء الله واخد لون من تحت ومن فوق طريقة السوا بتاعته ما شاء الله سهلة جدا. هنا طبعًا بنرص البسكوت بتاعنا بعد ما بِرِد خالص معانا، وهاورّيكم طبعًا الطريقة معايا. كل سنة وأنتم طيبين الأول. هنا طبعًا معايا 350 جرام من السمنة بدرجة حرارة التلاجة، يعني تبقى طالعة من التلاجة. هنا 350 جرام سكر مطحون، يعني كوباية ونُص سكر وكوباية ونُص سمنة. طبعًا هنخلط المكونات دي مع بعض لحد ما يدّونا النتيجة اللي إحنا عايزينها تبقى creamy كده، عشان هي دي اللي بتدّي هشّة للبسكوت. طبعًا البسكوت ولا بنحط له خميرة ولا بنحط له أي حاجة، هي الحاجة اللي بنحطها عليه البيكنج باودر. لو عايزة تستعمليه بتستعملي النشادر، ما بنحطش منه نُص معلقة بسيطة عشان ما يفرش معانا في الفرن. هنا طبعًا أي حاجة في الجوانب بنبدأ نشيلها كده، وبعد كده هاورّيكم الشكل النهائي للخليط دوّة. أهم حاجة في البسكوت وطريقة النتيجة بتاعته تبقى مضمونة، أهم حاجة يبقى creamy معاكِ زي ما أنتِ شايفة كده. هنا كده لسه هيتضرب معانا شوية كمان، يعني تفضلي تضربي من 3 ل4 دقايق كده عشان خاطر يدّيكِ النتيجة المطلوبة. أول حاجة هنبدأ بيها دلوقتي العجين. زي ما أنتم شايفين معانا بقى كوباية لبن، معانا معلقة فروتي برتقان، تانج برتقان، أي نكهة أنتِ بتحبيها. طبعًا هتبدئي تقلّبي كده، هتنزلي بكوباية اللبن على الخليط اللي في العجان، اللي هو السكر والسمنة. ما شاء الله كده بقى كريم ادّانا النتيجة المطلوبة أهوّة، هَش معايا وبقى جميل. هننزل بالكوباية بتاعتنا. أنا ما عملتش هنا البسكوت بتاعي بالبيض، أنا عملته هنا الفروتي زي ما أنتم شايفين كده. هنخلّي الخليط يمتزج كلّه. بُصّي ما شاء الله باوريكم شكله عامل إزاي، جميل جدًا. ونكهة البرتقان بتدّي له طعم جميل جدًا وريحة حلوة. طبعًا نسيت أقول لكم على ريحة البرتقان، إحنا حطينا ريحة برتقان. آآ معانا طبعًا كيلو دقيق، المكونات دي على كيلو دقيق. هنحط على كيلو دقيق معلقة ممسوحة كبيرة بيكنج باودر. أنا هنا باوريكم الخليط باقول لكم ما شاء الله هي دي النتيجة المطلوبة بالضبط. هنبدأ طبعًا نحط المكونات الجافة. هنا رشة ملح على كيلو الدقيق، معانا معلقة ممسوحة من البيكنج باودر. زي ما أنتم شايفين كده هنبدأ نقلبهم مع بعض، وهننزل بالدقيق على الخليط اللي في العجين. طريقته سهلة جدًا وبسيطة، ومش محتاجة أي حاجة تكاليف خالص، بس أهم حاجة تمشي على المقادير بتاعتنا، وهتلاقي معاكِ الطريقة، يعني هتلاقي الموضوع سهل جدًا وما فيش منه مشكلة. يعني ولا البسكوت هينفش في الفرن، ولا الرسمة بتاعته هتروح لو المكونات مضبوطة. هنا هننزل بالمقدار كله مع بعضه. إحنا هنا كوباية اللبن اللي حطيناها هي اللي هتلم معانا العجين. طبعًا هنا أنا ما عنديش المكنة بتاعة البسكوت، عملتها بالكيس الحلواني هاوريكم دلوقتي. كده هنعلّي بس السرعة عشان خاطر يلم معايا. هنا البسكوت ما بيتعجنش كتير، يا دوب بس بنلمه بصوابع إيدينا كده. أنا هنا هاقفل معاكم العجان وهابدأ ألمه بصوابع إيدي. ما بيحتاجش عجين كتير، لو عجناه كتير بينشف معانا في الفرن. هنا خلّصنا وقّفنا العجان، هنبدأ بقى نلمه بصوابع إيدي بس كده، ما باعجنش فيه كتير. أي الكعك أو البسكوت عجنتِ فيه كتير بينشف معاكِ في الفرن، بيدّيكِ النتيجة مش كويسة خالص. طبعًا البسكوت هنا درجة حرارة الفرن بتبقى 180، 170. هنا طبعًا بنلِم صوابع إيدينا أهوّة، بنلِم العجين بتاعنا. هنا طبعًا البسكوت بتاعنا ما شاء الله جميل جدًا ولَيِّن. آآ بألف هنا يعني. معانا الكيس الحراري آسفة، معايا الكيس الحلواني. هنا الكيس الحلواني طبعًا ما مشيش معايا العجينة فيه خالص. معايا طبعًا قمع صغير كده ب5 جنيه ما شاء الله، هو اللي نفع معايا جدًا ومشّى معايا البسكوت زي ما أنتم شايفين كده.
أي طبعًا حاجة مش مضبوطة بتسويها. أنا هنا باوريكم بس كذا واحدة عملتها، وبعد كده هاكمل بقية العجين. الكيس الحلواني ما نفعش خالص، القمع بتاعه ما طلعش كويس ومش مناسب، فأنا معايا دوّة كنت جايباه بديل برضه القمع الصغير ده ب5 جنيه كده من عند اللي بيبيعوا مستلزمات الحلويات. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الرسمة تحفة جدًا، وهاوريكم شكله بعد ما طلع من الفرن. هنا دي الكيلو عمل معايا ما شاء الله صاجين أهُمّة. لأ، عمل معايا 4 صِجان أو 3 تقريبًا. آآ ده شكله طبعًا النهائي بعد ما طلع من الفرن وبرد. أهم حاجة لمّا يطلع من الفرن ما نلطّوش خالص عشان بيبقى ناعم معانا. هنا ده شكله النهائي بعد ما طلع ناعم وجميل جدًا ومخرفش ما شاء الله، وطريقته سهلة جدًا ومضمونة، ويا ريت تجربوها. ويا رب لو الفيديو كان عجبكم أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب رمضان كريم وعيد سعيد عليكم جميعًا. مع السلامة.